بابا سياو مدرب السنغال ليه تصريح شهير جدا وتحديدا قبل مباراة مالي عندما تعالت الأصوات السنغالية بعدم ترك المعسكر التدريبي وعدم الذهاب لصلاة الجمعة. وقتها طلع بابا سياو مدرب السنغال في مؤتمر صحفي وقال لك إن ده أكيد مزحة أو هزار وإن هو هياخد اللعيبة ويروح يصلي حتى لو كلفه الأمر إن هو يخسر البطولة ويخسر ماتش مالي. وقتها كسب ماتش مالي وكرر نفس الأمر قبل مباراة المغرب قبل النهائي وكسب مدرب السنغال والسنغال البطولة. خليني أقول لك إن وقت ما اتقال التصريح ده من مدرب السنغال التصريح ده عمل صدى كبير جدا وخلى الاصوات المعارضه السنغاليه بقت اصوات داعمه وكله اقتنع طبعا ان في الاول وفي الاخر دي كوره. خليني برضه اقول لك ان منتخب السنغال ما كسبش البطوله صدفه، بالعكس منتخب السنغال يملك كل شيء، عنده طاقم تدريبي على اعلى مستوى. تعال بص بقى على اللعيبه في كل المراكز، حراسه المرمى، خط الدفاع، خط الوسط، اكيد طبعا خط الهجوم اللي يملك ساديو ماني. وخليني اقول لك ان ساديو ماني شخصيه عظيمه قياديه داخل الملعب بشكل لا يوصف. امبارح في عز ما مدرب السنغال متعصب وخد اللعيبه وخرج بره، الوحيد اللي وقف في الملعب ساديو ماني وسحب اللعيبه تاني جوه الملعب. والكاميرا امبارح رصدت الكلام اللي قاله ساديو ماني للاعيبه السنغال وهو بيقول لهم انزلوا والعبوا كرجاله لان كده كده الماتش هيتلعب وضربه الجزاء هتتلعب. وتحس ان ساديو ماني كان عنده قناعه مليون في الميه ان ضربه الجزاء هتضيع، وقد كان ضربه الجزاء ضاعت والسنغال طبعا فازت بالبطوله. فساديو ماني سواء حتى السنغال كسبت البطوله او لا، فساديو ماني بالنسبه لي هو افضل لاعب في البطوله. ساديو ماني من اول ماتش لاخر ماتش هو شايل السنغال على كتفه. تقريبا مفيش ماتش ساديو ماني كان وحش، اقل تقييم طبعا كان 8 تقريبا في كل مباراه. ساديو ماني لو جيت تسالني تقول لي هو كان بيلعب ايه في مباراه امبارح اقول لك معرفش. ساديو ماني كان جناح شمال، باك شمال، بينزل يستلم من نص الملعب، كان بيروح ناحيه اليمين، كان بيبقى مهاجم ثاني طبعا جنب جاكسون. ساديو ماني تقريبا ما كانش في كوره غير لما بيبصم عليها. ساديو ماني في كل كوره بتلاقيه هو حاضر، ساديو ماني في كل هجمه بتلاقيه موجود. فساديو ماني بصراحه عمل بطوله عظيمه. وساديو ماني اكتر حاجه بتميزه طبعا ان هو شخصيه قياديه داخل الملعب. الراجل بيقدر هنا يلم اللعيبه، بيقدر يتكلم مع اللعيبه، بيقدر هو اللي يتصدر كل شيء حتى بدون شاره. فساديو ماني كابتن بدون شاره. ومن كام يوم كده برضه عملت فيديو بين صلاح وبين ساديو ماني وتاثير كل واحد في المنتخب بتاعه، ولكن ظهر داعمين صلاح في الكومنتات بقله ادب وانتقاد حاد. ده طبعا يعني فاكرين ان انا بدعم ساديو ماني وان انا بكره صلاح، ولكن لا، الفرق واضح طبعا. فرق واضح بين تاثير صلاح وتاثير ساديو ماني، والاثنين عندهم 34 سنه. انا ممكن اوافقك الراي وتقول لي الامكانيات بتاع لعيبه السنغال مفيش مقارنه طبعا بينها وبين منتخب مصر، ولكن طبعا انا بتكلم على الاداء الفردي، على التاثير الفردي لكل واحد منهم. بصراحه ساديو ماني يعني تفوق بشكل كبير جدا. ساديو ماني تاثيره جوه الملعب خرافي. ساديو ماني جوه الملعب بيشيل المسؤوليه، شايل منتخب السنغال على كتفه. فصراحه ساديو ماني يستحق. ساديو ماني يعتبر هو افضل لاعب افريقي حاليا، وكده كده يعتبر افضل لاعب افريقي اتحسمت ليه خلاص. ساديو ماني من 4 نسخ افريقيه وصل نهائيات 3 كسب منهم 2، فتاثير ساديو ماني واضح. واللي بين لك ان تاثير ساديو ماني واضح امبارح وقت استلام الكاس كوليبالي جه وراح مدي الشاره طبعا لساديو ماني، ولما سالوه انت عملت كده ليه؟ قال لك ان ساديو ماني هو اللي شايل الفريق طبعا من اول البطوله، هو كابتن بدون شاره، فكان يستحق ان هو يرفع الكاس لان هو اكتر لاعب تعب واكتر لاعب اجتهد. وطبعا الفضل بعد ربنا طبعا قال لك ان هو يرجع لساديو ماني ان هم يشيلوا الكاس. اللقطه دي بالذات فكرتني طبعا بلقطه احمد فتحي ومحمد صلاح لما وقتها الاتحاد المصري ضغط على احمد فتحي ان هو يسيب الشاره ويديها لصلاح، يا اما احمد فتحي مش هيلعب طبعا تقريبا كاس العالم وقتها طبعا طلع احمد فتحي واجبروه ان هو يصرح ان صلاح طبعا يستحق ان هو يبقى كابتن المنتخب وخد الشاره. وطبعا كانت معروفه للجميع ان احمد فتحي وقتها اجبر ان هو يسيب الشاره طبعا لمين؟ محمد صلاح. فاحنا بعيد قوي يا جماعه، بعيد بشكل طبعا ما يتوصفش. الناس دي في حته واحنا في حته تاني. لو فعلا اتحاد الكوره عايز يطور فلا، محتاج طبعا سنين ضوئيه. انت فعلا لو محتاج تطور لازم تطور من البنيه التحتيه من الاساس من الجذور الاول، ما تقصش بقى الاطراف وتقول لي بقى انا كده بطور وكده بعمل. لا، اي تغيير او اي تطوير لازم تغير البنيه التحتيه الاول، لازم تغير الجذور وبعدها تلاقي نتائج. سيبك بقى من الهزار وسيبك من التحفيل، حفلنا كتير طبعا، ولكن تعالى بقى ناخد بقى موضوع وليد الركراكي ده بجد. وليد الركراكي مدير فني غير مسؤول بتصريحاته طبعا وبافعاله. وليد الركراكي خلى معظم الشعوب العربيه وكمان الافريقيه ضد منتخب المغرب بتصريحاته الغير مسؤوله. طبعا لو تفتكر كده معايا في كاس العالم والصحفي بيساله بيقول له ان الشعوب العربيه كلها بتدعم منتخب المغرب، رد طبعا رد غريب جدا. قال لك ان انا مش محتاج طبعا تشجيع الشعوب العربيه، وان انا مش بمثل طبعا الشعوب العربيه، وطبعا انا بمثل المغرب فقط. التصريح ده لحد دلوقتي بيرن في وداني ومعرفش يعني هو قال كده ليه. تيجي بقى لتصريحاته طبعا خلال البطوله، بينتقد طبعا الملاعب الافريقيه والعقليه الافريقيه، وزي ما قلت لك تحس ان هو جاي من اوروبا. لدرجه ان حتى خلافات منتخب مصر مع الجماهير جه في المؤتمر الصحفي وقال لك ان منتخب مصر بيعلق طبعا شماعته مش عارف على مين وعلى ايه، وانتقد حسام حسن. وقلت لك برضو انت مالك، خليك في منتخبك. تصريحات طبعا غير مسؤوله خلت معظم الشعوب العربيه وكمان الافريقيه طبعا ضد منتخب المغرب. وتحس ان اللي فاز امبارح مش السنغال بس، تحس ان طبعا افريقيا كلها اللي فازت.
نيجيريا كمان دخلت في الموضوع، وطبعا حارس نيجيريا نزل لك طبعا وقال لك ان الفوطه اللي خدتوها دي مسحه بيها دموعكم. ونفسي اعرف يعني ايه سر ان الجماهير المغربيه، او سر طبعا الامن المغربي ان هو بيخطف طبعا الفوطه بتاع حارس المرمى. ده امبارح برضه في ماتش السنغال، ده لولا حارس السنغال راح وقف طبعا في وسط الماتش عشان يحمي الفوطه بتاع مندي. فهل هو بيعملوا عليها سحر ولا هو بيستخدموها لايه؟ ما تعرفش. فشويه حاجات حصلت كده غريبه خلت طبعا يعني ان معظم الشعوب العربيه والافريقيه ضد منتخب المغرب. ما الشعوب العربيه والافريقيه مش من يوم وليله او من موقف او اتنين هتبقى كلها ضد المغرب. تقريبا كل الناس امبارح كانت فرحانه افريقيا وعربيا. فده طبعا يخليك تسال نفسك ليه؟ تصريحات وليد الركراكي دي ليه؟ تصرفات الجماهير المغربيه برضو ليه؟ حسام حسن غلط يا عم، هنعتبر ان حسام حسن غلط. ايه علاقه برضو النشيد الوطني؟ حاجات كلها مترتب عليها خلت معظم الناس كلها ضد منتخب المغرب. بطوله وخلصت، هنرجع برضو كلنا حبايب. اتمنى ده طبعا ما ياثرش على العلاقات طبعا بين الجماهير او بين الدول، لان في الاول وفي الاخر بطوله. مبروك للسنغال، السنغال تستحق، ساديو ماني يستحق افضل لاعب افريقي. راجل شال منتخبه على كتفه، راجل يستحق منظومه ناجحه. فطبعا حصد كل طبعا اللي عمله السنين اللي فاتت ان هو كسب 2 افريقيا خلال 4 سنين.